والسلام على سيدنا محمد وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. السيد نائب رئيس الجامعة، السيد عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، السادة نواب العميد، السادة الأساتذة الأفاضل من داخل جامعة محمد البشير الإبراهيمي ومن مختلف جامعات الوطن، طلبة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في رحاب كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية لجامعة البشير الإبراهيمي ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول دور التعليم الجامعي ودوره في إحداث التنمية بالجزائر، بمشاركة أكثر من 32 جامعة من مختلف جامعات الوطن، وبمجموع مداخلات تجاوز 300 مداخلة، وتم قبول من قبل اللجنة العلمية 143 مداخلة وفق محاور الملتقى، وضمن سياق مجمع الأوراق العلمية المقدمة من طرف الباحثين بمختلف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم في خضم الملتقى الوطني العلمي الموسوم بدور التعليم الجامعي ودوره في إحداث التنمية بالجزائر. نتقدم لكم بكتاب الملتقى، وهو حصيلة علمية في أطرها النظرية والتطبيقية، محاولين بذلك إبراز الدور الريادي للجامعة من خلال مدخلاتها ومخرجاتها في العملية التنموية من مختلف جوانبها، وأن تطور المجتمعات وازدهارها تحت مسمى مجتمع الرفاه لا يكون إلا من خلال تفعيل دور الجامعة ومساهمتها في اتخاذ القرار، وكذا رسم استراتيجيات منوطة بكفاءات عالية